يشمل المطبخ الإريتري كلاً من تقاليد الطهي الخاصة بإريتريا وتلك المتعلقة بتاريخ المنطقة الطويل من التجارة مع البلدان الأخرى. الطبق التقليدي الرئيسي للمطبخ الإريتري هو نوع من الحساء يسمى وات، يتم تقديمه عادة مع نوع من الفطيرة يسمى إنجيرا، وهي نفسها مصنوعة من حبوب التيف، وهي حبوب من المرتفعات الإثيوبية. المطبخ الإريتري قريب جدا أيضا من المطبخ الإثيوبي أو حتى المأكولات الصومالية. يبدو أن استخدام الطماطم أكثر تكرارا كما هو الحال في يخنة الدجاج المسمى تيسيبي دورو. بالإضافة إلى ذلك، تأثر المطبخ الإريتري بالوجود الإيطالي والعثماني. لذلك فإن عددا من مستحضرات الطهي الإريترية هي تفسيرات للأطباق الأجنبية، بما في ذلك الصلصات الحارة القائمة على زيادة استخدام الكاري والكمون، وبالأساس استعمال البربرية المصاحبة للمعكرونة، وهو مستحضر من التوابل والأعشاب المستخدمة في إثيوبيا وإريتريا، يحتوي على فلفل حار مجفف، ثوم، زنجبيل، بصل أحمر، بذور شجر، هيل، قرنفل أو قرفة. المطبخ الجيبوتي هو خليط من الصومالية، عفارة، اليمنية، والمطبخ الفرنسي، مع عناصر إضافية من جنوب آسيا، وخاصة الهندية. يتم تحضير الأطباق المحلية بشكل شائع باستخدام مجموعة متنوعة من بهارات الشرق الأوسط، بدءا من الزعفران إلى القرفة. يعد السمك اليمني المشوي الذي يفتح إلى نصفين وغالبا ما يطهى في أفران على طراز التندوري من الأطباق المحلية الشهية. تأتي الأطباق الحارة في العديد من الأشكال، من فافة تقليدية أو سوب دجيبوتيانا، وهو حساء اللحم البقري المسلوق الحار، إلى يتاكالت وات، وهو حساء الخضار المختلطة الحارة. هلو، أو الحلاوة الطحينية هي حلوى شهيرة يتم تناولها خلال المناسبات الاحتفالية، مثل احتفالات العيد أو حفلات الزفاف. تتكون الحلاوة الطحينية من السكر، نشاء الذرة، هيل مسحوق، جوزة الطيب مسحوقة، وكذلك السمن. يضاف الفول السوداني أحيانا لتعزيز الملمس والنكهة. يعتبر المطبخ الصومالي من أغنى وألذ المطابخ في أفريقيا، إذ يعتمد على الأرز والمكرونة كعناصر أساسية، ويتميز بتوابله المختلفة التي تصنفه ضمن أشهر المطابخ العربية والإفريقية. كما يشبه في بهاراته المطبخ المكسيكي والهندي، حيث أن استخدامه لها يعتبر أداة رئيسية للوصول إلى المذاق المنشود. ومن أشهر الأكلات نجد العنجيل، وهو أحد أهم أنواع الشطائر الصومالية وألذها، كما يعتبر طبق العامبولو أحد الأكلات الشعبية المتوارثة. يستعمل الأرز البسمتي الصومالي في طبخ الكبسة التي تشبه الكبسات العربية بوجود الدجاج مع نكهة الثوم اللذيذ. من الأطباق المعروفة أيضا في الصومال اليخنة والمقمد والباريز والغراتان بالبطاطا. المطبخ السوداني مليء بالمأكولات المتنوعة والمفيدة، كما أنه مزيج من عدة ثقافات وحضارات قديمة وجديدة. وتوجد 3 أصناف من الأطعمة التقليدية الرئيسية السودانية يستوجب وجودها في كل سفرة، وهي الكسرة والقراصة والعصيدة،
أو طبق ملاح الطبيخ أو ملاح الويكة والبامية والبطاطس والرجلة والقرع، وملاح التقلية باللحم المجفف. يعد المطبخ الإثيوبي مميزا عن غيره، إذ يعتبر الطعام كجزء من الهوية الوطنية الإثيوبية، وتتميز الأطباق بتركيبات ونكهات تدخل فيها المكونات المحلية البسيطة ومزيج من التوابل، وهي مناسبة لجميع الأشخاص وخاصة النباتيين، إذ لا يوجد ما يضاهي تناول الطعام في إثيوبيا. من الأطباق المشهورة في إثيوبيا نجد ماتوا، وهي سلطة تتكون من العدس الأخضر، والبصل، والطماطم، ويقع تتبيلها بالملح، والفلفل، وعصير الليمون، وتزين باللوز المحمص، والزيتون المفروم. طبق آخر مشهور يسمى دور ووات، وهو حساء يحضر من الدجاج، ويضاف له البيض المسلوق المقشر وبعض البهارات اللذيذة. تأثر المطبخ الكيني بالتقاليد الهندية والأوروبية، ويعتبر مزيجا من تقاليد الطهي الأفريقية المختلفة والمميزة في نكهتها. من الأطباق الأكثر إثارة للاهتمام في كينيا هي المأكولات التقليدية المعروفة بتواجد اللحوم والأسماك المقلية مع الخضار على الفحم، مما يعطيهم نكهة ورائحة خاصة. أوغالي هي عصيدة يتم طهيها من دقيق الذرة، مخففة بالماء، توضع داخلها الخضار واللحوم، ثم تغمس في الصلصة. شاباتي معجنات طازجة ذات سمك صغير، ويتم تناولها مباشرة بعد الخبز. سكوما وهي خضار مطبوخة مثل السبانخ. ماتوكي هو طبق أوغندي استقر في كينيا، وهو موزة مخبوزة أو مطبوخة في مرق مع الزبدة والليمون والبصل والفلفل الحار والتوابل الأخرى. أما نياما شوما فهي عبارة عن ماعز مقلي على مشواة، يتم تقديمها على قطع خشبية ناعمة. مثل هذا الطبق يسمى كومة، وهو مصنوع من الدجاج بنكهة صلصة الكاري.